أغنى فنانات السينما المصرية، ورثت من جوزها 5 مليار جنيه، وعندها طيارة خاصة. صفاء أبو السعود والشيخ صالح كامل أول فنانة عربية عندها طيارة خاصة، سابت مجال الفن والتمثيل في ظروف غامضة، وورثت عن جوزها 5 مليار جنيه واشترى لها طيارة خاصة، ده غير مجوهراتها اللي اتسرقت منها وكانت بتقدر وقتها ب25 مليون جنيه. اتجوزت وجوزها منع كل أفلامها من العرض، اتخلص من أقوى أفلامها بسبب المايو اللي كانت لابساه في الفيلم. صفاء أبو السعود وجوزها الشيخ صالح كامل. الفنانة صفاء أبو السعود اللي كانت واحدة من أهم نجوم شاشات العرض السينمائي والدراما في مصر، اعتزلت الفن لأسباب محدش يعرفها، وفي سنة 83 اتفاجئوا بيها ضباط الشرطة في اسم قصر النيل لما دخلت عليهم الاسم، وكانت رايحة تعمل محضر سرقة. اتهمت فيه واحدة من الشغالات اللي كانوا شغالين عندها إنها سرقت منها مجوهراتها كلها، ولما الضباط بدأوا يدوروا في الموضوع اكتشفوا إن كان مسروق منها أكتر من 220 قطعة مجوهرات، وكان سعرهم في الوقت ده حوالي 25 مليون جنيه. طبعا الدنيا اتقلبت والناس كلها بدأت تقول رأيها في الموضوع، وقالوا احنا عارفين ان الفن بيكسب بس مش للدرجة دي، فيا ترى جابت الذهب ده كله منين؟ وكان الرد منها بعد ما بدأت تتعب من كلام الناس ان الذهب ده كان هدية من جوزها وقتها، وده اللي فاجئ الناس كلها. ازاي صفاء أبو السعود متجوزة ومحدش في مصر كلها يعرف حاجة زي دي؟ وساعتها ظهرت وصرحت انها كانت متجوزة من ملياردير سعودي مشهور اسمه صالح كامل، وانها اتعرفت عليه بعد ما دخل في مجال الإنتاج الفني، وبقى ليه تعامل كبير مع الفنانين في الوسط، وإنه كان دايما بيراقبها عشان يعرف هي دي البنت اللي ممكن يتجوزها ولا لا. وعجبته جدا وعجبه طريقة تعاملها مع زمايلها، وقرر إنه فعلا يتجوزها. ولما عرض عليها الجواز كان ليه شرط وحيد بس، وهو إنها تعتزل وتبعد نهائيا عن مجال التمثيل، عشان هو بيغير عليها جدا لدرجة إنه اشترى كل أفلامها ومنع كتير من أفلامها من العرض، زي فيلم عماشة في الأدغال، وده لأنها كانت لابسة مايو في مشهد من المشاهد. وطبعا هي لما شافت العز اللي هي داخله عليه قالت لنفسها انا حققت كل اللي بحلم بيه وما فاضلش غير اني اتجوز واكون اسره، فليه اضيع فرصه زي دي من ايدي؟ ووافقت على طول على شرطه واعتزلت الفن، وعملوا فرحهم على الضيق كده عشان الناس ما تتكلمش كتير، لكن هو عوضها عن ده بانه جاب لها هديه قيمه جدا وهي طياره خاصه، وبكده تبقى صفاء اول فنانه عربيه يكون عندها طيارتها الخاصه، ده غير ان كل المجوهرات اللي اتسرقت منها واتكتبت في المحضر هو اللي جايبها لها. لكن بعد فترة من الأحداث دي اتعرض عليه إدارة مجموعة قنوات ART، وقالت بما أن اعتراض الشيخ صالح الوحيد كان على السينما يبقى مفيش مشكلة أدخل في مجال التقديم التلفزيوني. ووافق الشيخ صالح وعملت برامج كتير كسرت الدنيا زي أوراق سرية وساعة صفا وسهرية، ونجحت جدا في المجال ده وحققت نجاحات ما كانتش حققتها في السينما. ولمع في الوقت ده نجم الإعلامية هالة سرحان، وكان التحدي ما بينهم على مين هتكون نجمة القناة، وتفوقت عليها في الفترة دي صفاء أبو السعود باكتساح، وساعتها سابت هالة سرحان ART عشان تبقى صفاء أبو السعود هي أكثر الإعلاميين شهرة في مصر في الوقت ده، ورغم انشغال الشيخ صالح إلا إنه كان داعم كبير ليها بفلوسه وعلاقاته. صفاء أبو السعود خلفت منه 3 بنات، هديل وأصيل ونضير. الأولى خدت طريق أمها، وبعد فترة بقت مديرة مؤسسة ART وراديو تلفزيون العرب، والتانية اتجوزت في 2014 ومفيش أخبار كتير عنها، إنما التالتة بقى فاتجوزت من رجل أعمال كبير اسمه عمرو المليجي. وفضلت صفاء عايشة مع جوزها حياة سعيدة التزمت فيها بعدها ليه، ولما مات ساب لها ثروة ضخمة اتقدرت ساعتها ب5 مليار جنيه. وبعد موته قررت ترجع صفاء مرة تانية للتلفزيون، لكن كمغنية، وقدمت الأغنية اللي عايشة في كل البيوت المصرية، ومفيش عيد بيعدي على المصريين من غير ما نسمع صوت الأغنية دي في بيوتهم. والأغنية دي هي أغنية أهلا بالعيد اللي كسرت الدنيا وقتها وفرحت كل جماهيرها ورجعت لهم الأمل في رجوع صفاء أبو السعود تاني للوسط الفني. في النهاية شاركونا في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك وتشيروا الفيديو مع كل اللي بتحبوهم، وتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى قناتنا على اليوتيوب.